العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلة. أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، البدء كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 23 مواطنا بكوفيد 19. اختتام دورة تدريبية حول الأبحاث والاستكشافات. تخريج 170 شابا تأهلوا مهنيا في الإقليم الجنوبي. الجيش الفرنسي يعلن تحييد 20 جهاديا بالنيجر. روسيا تعلن نجاحها بإطلاق صاروخ فرد صوتي. تايوان تنشر سربها الأول من مقاتلات أمريكية. أهلا بكم إلى التفاصيل. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم السبت في مراكز العزل والفحص بأقاليم الجنوبي والأوسط والقاش بركة أظهرت إصابة 23 مواطنا بكوفيد 19، وظهرت 12 إصابة في الإقليم الجنوبي، 5 منها في مندفرة و3 في عد قيح، وإصابتان في دبروة وواحدة في سجنيتي وواحدة في عد خالة، وكذلك 9 إصابات في الإقليم الأوسط، 5 في مراكز العزل و4 في مراكز الفحص في معسكر دندن وأخرية ومادشتو وكمبوبولو، وإصابتان في بارنتو وهيكوتا بإقليم القاش بركة. في غضون ذلك شفي 40 مريضا من كورونا، 1130 من الإقليم الأوسط و10 من الإقليم الجنوبي، ووفاة مريض كورونا من الإقليم الأوسط يبلغ من العمر 70 عاما. بهذا بلغ عدد المصابين بكوفيد 19 في البلاد حتى الآن 7156، شفي منهم 6962 ووفاة 54 مريضا، فيما لا يزال 140 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 20 من نوفمبر 2021. اختتمت في 19 من نوفمبر دورة تأهيلية حول الأبحاث واستكشاف الموروثات الأثرية التي نظمتها مفوضية الثقافة والرياضة بالتعاون مع مركز أبحاث الصحراء الشرقية الكائن في إيطاليا. تضمنت الدورة التي حاضر فيها خبراء من مركز بوليتكنيك ميلان وفرع أبحاث الموروثات التراثية القديمة في مفوضية الثقافة والرياضة على الأبحاث العملية لحفظ الاستكشافات الأثرية ودور المجتمع في حمايتها وحفظها وبحث الرفات والمخلفات البشرية، بالإضافة إلى مجالي علم الأرض والمياه والنظرة ذات الأبعاد الثلاثية، وكذلك الترابط المعرفي في مجالي العلوم وعلم الآثار. وقال كل من خبيرة علم الآثار الإيطالية سيرينا ماسان ومسؤول فرع أبحاث الموروثات التراثية دكتور تساقاي مدين أن البرنامج هو جزء من مشروع دوليش لأبحاث واستكشافات الموروثات الأثرية، معبران عن أمنياتهما الكبيرة ليلعب البرنامج دورا هاما حول الأبحاث العميقة التي سوف تجري مستقبلا لاستكشافات الآثار القديمة. وفي الكلمة التي ألقاها مفوض الثقافة والرياضة السفير زمن تخلق، قال أن الدورة الفريدة من نوعها ستلعب دورا كبيرا في نماء أبحاث وحفظ الموروثات الأثرية الوطنية، داعيا الدارسين لتطوير المعرفة المكتسبة عن طريق تراكم التجارب على أرض العمل. وشارك في الدورة التي امتدت إلى 10 أيام 35 شابا مهنيا من أعضاء المفوضية، بينهم 15 شابا قدموا من وحدات المكتب المركزي والأقاليم. نظم المقيمون في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان وضواحيها ومختلف المدن الإيطالية والألمانية ولاس فيغاس الأمريكية وأبو ظبي الإماراتية وضواحيها وكذلك العاصمة المصرية القاهرة نظموا حفل تأبين لسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة المناضل الشهيد الأمين محمد سعيد.
وألقى كل من رئيس الجالية الإيطالية السيد أماري ومسؤول الشؤون القنصلية السيد سجاي محاري في مراسم التابين المصحومة بالفقرات الفنية التي انتظمت في 18 من نوفمبر في جوبا. قدموا كلمات تمجد دور الشهيد الرائد إبانا للكفاح المسلح وحماية السيادة الوطنية وبرامج الإعمار الوطني، مجددين عهدهم للتصدي العالي. من جهتهم عبر المشاركون عن بالغ حزنهم باستشهاد المناضل الأمين محمد سعيد، مؤكدين الصمود على مبادئهم لتحمل أمانة الشهداء. كما نظم الإيطاليون في مختلف المدن الإيطالية والألمانية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والإمارات العربية المتحدة برامج تأمين مماثلة أكدوا فيها جاهزيتهم لتنفيذ أمانة الشهداء بالعمل الوفي والتصدي. واستشهد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة المناضل الأمين محمد سعيد الأمين يوم 14 من نوفمبر 2021 في المملكة العربية السعودية جراء مرض فجائي أثناء زيارة للمملكة العربية السعودية لعقد سيمينارات شعبية حول أوضاع البلاد. تلقى 271 شابا من مديريتي مندفرة وميمنة في الإقليم الجنوبي دورة تدريبية مهنية، وتدرب 246 شابا بينهم 154 امرأة من مديرية مندفرة ل3 أشهر في تصفيف الشعر والتصوير الثابت والمتحرك والحاسوب وتركيب لاقط القنوات الفضائية ومد الأسلاك الكهربائية. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم السيد قرماي قبرو في مراسم التخريج أن الشباب الذين تدربوا في مختلف المهن يسيرون حياة ناجحة بالعمل. كما تلقى 25 شابا من مديرية ميمنة تدريبا في القيادة والإدارة. وأكد مدير مديرية ميمنة المقدم أبراهام هيلة على أهمية التدريب ومواصلته. نتوقف مع فاصل من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. في عملية غير مخطط لها تخللها استخدام روحيات قتالية وطائرات مسيرة، أعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية أن فرنسا حيدت نحو 20 جهاديا في النيجر خلال عملية جوية. وقال المتحدث باسم أركان الجيش الكولونيل باسكال يعني أنها كانت عملية استخدم فيها مروحيات قتالية وطائرات مسيرة ومروحيات في قتال ضد مجموعة من نحو 40 جهاديا في المنطقة المعروفة باسم الحدود الثلاثة بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وحصلت الضربة على بعد حوالي 1.5 كيلومتر من الحدود مع مالي في أراضي النيجر أو المنطقة المعتادة لتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى بحسب المتحدث. أعلنت روسيا أن فرقاطة قامت بإطلاق اختبار لصاروخ تسيركون الفرد صوتي، وهو سلاح من نوع جديد يثير قلق الغرب وتعتبر موسكو أنه لا يقهر. وقال الجيش الروسي في بيان أنه أطلق الصاروخ باتجاه هدف بحري في مياه البحر الأبيض وتمت إصابة الهدف بضربة مباشرة. ووسط أجواء يسودها التوتر مع الغرب، أعلنت روسيا خلال السنوات الماضية تطويرها عدد من الأسلحة، ويندرج هذا السلاح في مجموعة الأسلحة التي يمكن أن يصل مداها إلى 1000 كيلومتر. ومن المزمع تجهيز السفن الحربية والقواصات التابعة للبحرية الروسية بهذا الصاروخ. نظمت تايوان حفلا بمناسبة بدء خدمة سربها الأول من مقاتلات F-16 المتطورة، وهي طائرات من صنع أمريكية ستعزز دفاعات الجزيرة بوجه تهديدات الصين. وأشرفت الرئيسة تساي إنغ وين على المراسم التي جرت في قاعدة جوية بمدينة شياي في جنوب تايوان إلى جانب ممثلة واشنطن في تايوان ساندرا أوديرك.
وتنشر تايوان سربها الأول في ظل التوتر المتصاعد بين بكين وواشنطن حول مصير الجزيرة. وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشوا ليجيان خلال مؤتمر صحفي مؤكدا أن الصين تعارض أي اتصال رسمي بين الولايات المتحدة وتايوان. وصلت المنطقة التي أزيلت منها الغابات في أمازون البرازيل إلى أعلى مستوى لها في 15 عاما بعد قفزة بنسبة 22% عن العام السابق وفقا للبيانات الرسمية التي نشرت. وأظهر نظام مراقبة التابع للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء أن منطقة الأمازون البرازيلية فقدت 13235 كيلومتر مربع من الغابات المطيرة في الفترة المرجعية البالغة 12 شهرا من أغسطس 2020 إلى يوليو 2021، وهو أكبر عدد منذ عام 2006. في الختام تذكير بأبرز العناوين. إصابة 23 مواطنا بكوفيد-19. اختتام دورة تدريبية في التنقيب وأبحاث الآثار. تدريب الشباب مهنيا في الإقليم الجنوبي. الجيش الفرنسي يعلن تحييد 20 جهاديا في النيجر. روسيا تعلن نجاحها بإطلاق صاروخ فرد صوتي. تايوان تنشر سربها الأول من مقاتلات أمريكية متطورة. دمتم في أمان الله وحفظه.